يا مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم من قلب العش. النهاردة هنقدم لكم فيديو جديد وجميل. تعالوا مع بعض نتابع النهاردة هنقدم ايه للحمام والزغاليل. دول 4 زغاليل، التلاتة اللي احنا كنا عاملين فيديو ليهم من اول عمر يومين. وده زغلول عادة برضو ازرق. هنتابع برضو مع بعض وهم بياكلوا وهم طبعا بيشربوا. طبعا احنا في شهر 7 والجو حر جدا. فمع الوقت لازم طبعا نحمل حمام، لازم نقدم لهم حاجات في المية. تعالوا نتابع مع بعض برضو هنقدم لهم ايه في المية بس بعد ما ياكلوا. ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، الحمام بيتأثر بشكل كبير جدا في الجو ده عشان الجو ده سخن. طبعا بيعطشوا كتير، وعندهم برضو ممكن احيانا بيجيلهم اجهاد بسبب الحر. وبرضو في امراض خطيرة برضو لو ما اهتمناش بالنظافة اليومية. الحمام بتاعك ممكن يتعب، لان فصل الصيف امراضه كتير، ولازم باستمرار طبعا نغير المية، لازم نحمل حمام باستمرار، لازم نتابعهم 24 ساعة علشان فصل الصيف يعدي على خير والحمام بتاعك ما يقعش منه حاجة. في الحلقة دي هنتكلم ازاي نحافظ على الحمام في الحر ونوفر له الجو المناسب ونمنع ضربات الشمس عليه. وكمان هنعرف اهم النصائح للعناية بالزغاليل في فصل الصيف. تابع معانا علشان ما تخليش الحر يأثر على صحة حمامك. واهم حاجة ممكن نوري الحمام الشمس الساعة 7 او 8 الصبح، غير كده الشمس بتبقى مضرة على الحمام لان الجو حر جدا في شهر 7. تعالوا برضو نتكلم عن تأثير فصل الصيف من الحمام والتغذية الغلط في فصل الصيف. طبعا فتح الجناحات والتنفس بسرعة ده أول عرض واضح إن الحمام سخن جدا وبيحاول يورد جسمه للحر. تاني حاجة الخمول وعدم الحركة، هتلاقي الحمام واقف مكانه كده كتير، مش نشيط زي العادي. تالت حاجة قلة الأكل وانقطاع الشهية. طبعا في الحر بيخلي الحمام يزهق من الأكل، خصوصا لو الأكل تقيل زي الفول، الذرة الصفراء. انما الاكل الخفيف زي العويجة مثلا، حبة قليلين من العدس، القرطم، وبرضو كمان حبة قمح مع الغلة. رابع حاجة العطش الشديد، تلاقي الحمام واقف عن المية كتير جدا او بيشرب كمية مية غير طبيعية. خامس حاجة معانا اسهال غير طبيعي. الاجهاد الحراري والتغذية الغلط ممكن يعملوا اضطراب في الهضم، وخصوصا في فصل الصيف. سادس حاجة هبوط الزغاليل، انها مش بتكبر كويس. لما الزغلول ياخد ذرة بس ومفيش تنوع جسمه بيتعب ومش بياخد كل العناصر اللي محتاجها للنمو. اخر حاجة الريشة بتبقى باهتة او واقعة قبل وقتها. طبعا لما نشوف حاجة زي كده دي علامة ان الجسم ناقص تغذية كويسة او ناقص فيتامينات ومتأثر بالحر جدا. طبعا لو شفنا الحاجة دي عندنا لازم نوفر تهوية كويسة، ونحط برضو فيتامينات في المية، ونبعد عن أشعة الشمس المباشرة عن الحمام. المنظر اللي انتوا شايفينه ده ممكن يكون منظر عادي جدا لأي شخص، انما اللي بيربي هواية الحمام او اللي هاوي التربية ده بالنسبة له يعني احلى متعة في يومه، لانه بيكون جاي من الحر او جاي من شغله فحابب يتفرج على الحمام وهي بتاكل بتشرب. وفي عز الحر جسم الحمام بيخسر مية كتير واملاح كل لحظة، والعطش والاسهال ممكن يخلوا الزغلول ينهار فجأة. وهنا بقى يجي دور اللي احنا الحاجة نحطها في المية وهي هيدروسيف. دي املاح معالجة الجفاف بتساعد الحمام يستعيد نشاطه ويحافظ على توازنه. في الفيديو ده هنعرف مع بعض ايه هو هيدروسيف، بنستخدمه امتى وازاي. ده بيتجاب من صيدلية بشري عادية. دول طبعا هنفضيهم على المية 3 لتر مية، ونحاول برضو نقلبهم كويس. دول طبعا املاح، دي فوائدها بتعوض فقدان السوائل
في الحر وقت الإسهال جسم الحمام بيفقد سوائل كتير جدا. طبعا مع الأملاح دي بيرجع التوازن بسرعة ويحافظ على رطوبة الجسم. بيقلل الإسهال ومنع الجفاف. طبعا بيساعد في وقف الإسهال الناتج عن تغيير الأكل أو حرارة الجو، وبيحمي الزغاليل من الجفاف الخطير. مضاد إجهاد طبيعي. طبعا الهيدروسيف يحتوي على أملاح ومعادن بتقلل الإجهاد وبتدي طاقة، خصوصا وقت الفأس أو في فترات النقل والفطام بتاعة الزغاليل. مفيد جدا للزغاليل الصغيرة، بيحافظ على نموها الطبيعي، بيمنع الهبوط في الوزن أو الضعف المفاجئ، وده مهم جدا بعد الفطام. ما ننساش برضو ان بيقوي الحمام في فصل الصيف. لما يكون الجسم متوازن المناعة بتاعت الحمام بتكون قوية وبيقدر يقاوم الأمراض في أي وقت. أهم نقطة إنه بيمنع الجفاف والإجهاد الحراري، فكده بيقلل من احتمالية موت الحمام المفاجئ في أيام فصل الصيف الشديدة، وخصوصا فصل 7 و8 لأنهم أكتر فصلين في السنة بيكونوا حر ومشاكلهم كتيرة. الهيدروسيف مش مجرد أملاح، ده خط دفاع مهم في الصيف. لو عاوز تحافظ على صحة الحمام خصوصا وقت الحر، لازم تهتم بالمية والتغذية وتحط أملاح معالجة الجفاف زي الهيدروسيف. جربه وهتشوف الفرق بنفسك. لو عجبتك المعلومة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو حابين نتكلم عن اي موضوع سيبولي في كومنتات المواضيع اللي انتوا عايزين تتكلموا فيها، وانا هعمل لكم فيديو مخصوص. سلام.